السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ وحشيني. كل سنة وانتم طيبين وبخير وصحة وسعادة. يلا بينا يا حبايب قلبي نعمل حلاوة المولد. طبعا حبايب قلبي انا جبت نص كيلو سوداني ونص كيلو سمسم. هو يعني متحمص من العطار وجميل، بس انا برضو عشان اشيل منه الرطوبة حمصته شوية في الطاسة التانية دي. طبعا انا حطينا في الماء الطاسة بتاعتنا مج ونص سكر على قد الكمية بالنظر اللي هتعملها يا حبيبة قلبي. مج ونص سكر، كترة مش نص ليمونة، يعني مش كلها، يعني كترتين كده، يعني قصدي نقطتين أو 3 نقطات بالكتير. هنضيف يا حبايب قلبي طبعا معانا، قلبي كده، قلبي زي ما انت شايفة كده حبيبة قلبي. قلبي قصدي قلبي، قصدي حطينا ابو معادل معلقتين سكر جلوكوز بالنظر كده يعني. اهو كلك نظر، اهو يجي معلقتين. تمام تمام. ادي العسل الجلوكوز. ماشي. ماء الورد هنحط برضو يعتبر معلقه كبيره ماء الورد، اللي هو يا حبيب قلبي اللي المصانع بتستخدمه، اللي هو بيدي الحلاوه بتاع السمسميه بتاعتنا، او السمسميه بتاعتنا او الحمصيه او الجزريه او ايا كان. كل الحاجات بتاعت المولد دي بتديها طعم والريحه بتاعت المصانع. تمام. اللي هو ماء الورد، اي ماء ورد عندك، اللي كان زمان نقول عليه موارد. عفوا. اللي هو الموارد دي يا حبايبي، في ناس بتقول عليها موارد تعبانه. في ناس بتقول عليه ماء ورد وفي ناس بتقول عليه ماء ورد. اهو تحفه. الريحه فحفحت ساعه ما حطيت المعلقه دي، ما شاء الله ما شاء الله. بألف انا على قلوبكم. تمام. اول ما السكر بتاعنا يتكرمل شويه ويدي لون كده عسلي بسيط، هنضيف السوداني بتاعنا. واتحرقت والحمد لله. صبعي لزق في لا طبعا مستعجله عشان لازم تصبها في الصينيه بسرعه عشان ايه ما تقفش منك وتجمد وهي بالشكل ده. لا عشان تقطعيها وتعملها بقى صوابع او مكعبات، لازم بسرعه بسرعه زي ما انت شايف. انا بقى شوف انا بعمل ازاي اهو، على طول بقى كده. فانا وانا مستعجله كده بقى صبعي، تخيلوا بقى صبعي لزق، صبعي الكبير اللي هو الصغير القصير ده لزق في الكرمله دي. والله العظيم طلعت بالجلد، اقسم بالله طلعت بالجلد بتاع صبعي. بس انا بس من نوع يا حبايب قلبي اشوف بقطعها ازاي. على فكره الصينيه سخنت قوي. آه انا من نوع اللي صبوره، يعني صبعي يتحرق، الشحول وانا واقفه، يحصل لي اي حاجه عادي يعني، في ميزان حسناتي. وبعدين انا متعوده على كده خلاص. والله العظيم صبعي يا جماعه طلعت بالجلد، وكان منظرها فظيع. وابني قال لي كده يا ماما ما ينفعش يا ماما. قلت له يا حبيبي كله في ميزان حسناتي وانا اتعودت على كده خلاص. الفرن يلسعني، الصينيه تلسعني واطلعها من الفرن. يعني كده يعني. المهم بقى هي ايه، يعني لازم تقطعها وهي سخنه ضروري. شوف انا يعني ما عادش صح يا جماعه، فانا باجي على نفسي. تمام. قطعتها يا حبيبي زي ما شفت. تعالوا بقى نعمل السمسميه. طبعا انتوا عارفين انا حاطط ايه للفوليه، ليمون وعسل جلوكوز وماء الورد والنظام ده كله. طبعا عشان الفيديو ما يبقاش طويل عليكم، طبعا نفس اللي عملته للفوليه عملته لايه للسمسميه. طبعا السمسميه لما انا اتلسعت من الشوربه نفخت في الزبادي. السمسميه بقى يعني بالراحه كده ركزت وبشوش على مهلي عشان ما تلسعش تاني. الواحد يخاف يتلسع تاني. يا رب يجعل ايامكم سعاده. طبعا هي سخنه فكبستها بقى ايه، خدت بالي بقى لان انا يعني اتلهوجت في الاول مع الفول، يعني اتبهدلت يعني. فخفت بقى. فشايفين بشويش كده وهي سخنه وهي سايحه. طبعا هي لسه سخنه. بتبلي بقى الساطور بتاعك او السكينه تكون حاميه، بتبلها زيت او ميه عشان ما يلزقش فيه. وده بقى حاجتنا وقرمشه وجميله وريحتها تحفه. وبالف هنا وعافيه على قلوبكم. وجعل في فيو كل خير. لايك وشير على ما مسوس لايكات يا حبايبي. ارفعوا الفيديو واشوفكم على خير وعلى فيديو كتير جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.